يا مساء الفل والجمال. اهلا وسهلا بيكم، معاكم نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. في وقت الكل بيجري، ناس بتجري عشان تلحق الشغل، وناس بتجري ورا صورة حلوة على انستجرام، وناس بتجري في سباق مش عارفين اصلا مين اللي بدأوا. انا قررت امشي عكس الزحمة، مش عشان انا متمردة ولا عشان اعمل فيها مختلفة، بس لاني تعبت من الجري وما كنتش عايزة اخسر نفسي عشان اكسب تسقيف. عارفين، اوقات الزحمة بتخنق. يعني ايه تكونوا وسط ناس كتير وتحسوا انكم لوحدكم؟ ده شعور الزحمة. مش بس في الشوارع، الزحمة بقت في دماغنا، زحمة آراء وزحمة توقعات وزحمة إن لازم أكون كده ولازم أوصل لكده. كل الناس بتعمل كده. طب لو أنا مش زي كل الناس، ولو أنا مش عايزة كل ده، هل ده معناه إني ضايعة؟ ولا معناه إني لقيت نفسي؟ عايزة أقولك إن الشجاعة في العكس. أصعب حاجة في الدنيا إنك تمشي عكس الاتجاه وإنت شايف الكل ماشي غيرك. الناس هتبصلك، يمكن يضحكوا، يمكن يتريقوا، يمكن يخافوا منك، بس انت بتسمع صوت جواك بيقولك كمل، ده طريقك. فن اللامبالاة الحقيقي مش إنك تتجاهل الناس، هو إنك تختار تبقى مع نفسك حتى لو الدنيا كلها ضدك. وفن اللامبالاة علمني إني مهتمش بكل حاجة. أنا مش بقولك تعيش بلا إحساس، أنا بقولك اختار إحساسك. مش كل الحروب تستاهل تخوضها، ومش كل السباقات تستاهل تشارك فيها. امشي على مهلك، اختار خطواتك، قول لأ من غير ما تحس بتأنيب ضمير، لأن اللي بيحب نفسه مش هيسمح لزحمة العالم تبلعه. عارفين، في كل مرة كنت بتكلم كنت بحاول أفكك شوية من العقد اللي المجتمع حطها حوالينا. كنت بفتش عن مساحة نرتاح فيها، نفهم نفسنا ونختار نعيش ببساطة وبصدق. والنهاردة وأنا بقفل الكلام، مش جاية أقولك غير حاجة واحدة بس: خليك حر. حر من التوقعات، وحر من التبرير، وحر من إنك تفضل تجري بس عشان الكل بيجري. امشي بطريقتك، ولو لقيت نفسك لوحدك ابتسم، لأنك مش ضايع، انت بس أخيرا لقيت نفسك. وفي النهاية، لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.